لو مستعجله وما عندكيش وقت، اسرع وجبه تقدري تعمليها للفطار وللغدا وللعشاء هي العجه. مكوناتها بسيطه وهتقفي كام دقيقه وانت بتحضريها. بس هاتي الطاسه، حطي فيها شويه زيت، وابشري وحدتين بطاطس وشوحيها كده تشويحه بسيطه. بعد كده انزلي بوحدتين بصل حجم كبير متقطعين شرايح وبرضه اديهم تشويحه. بعد كده هننزل بمعلقه توم مفروم وبرضه نديهم تشويحه. بعد كده هتنزلي بوحدتين 3 طماطم مكعبات وفلفل رومي وفلفل الوان وكله متقطع مكعبات، وقلبي كل المكونات مع بعض على نار وسط. وهاتي الكبة او الخلاط، حطي فيها كوباية لبن وبيضتين ونص معلقة صغيرة جنزبيل بودر وبهارات وفلفل اسود، ربع معلقة صغيرة قرفة، واربع معالق كبار مليانين دقيق ما يعادل نص كوباية، وحطي معلقة هريسة فلفل احمر شطة واخلطي كله مع بعض، وحطي الخليط على الخضار بعد ما يكون برد شوية. وعايزة تزودي زيتون زودي، وقلبيهم مع بعض وحطيهم في القالب او في الصينيه، ودخليهم فرن سخن جدا مظبوط على درجه حراره 200 على الرف اللي في النص، والنار شغاله من تحت بس. وطلعي العجه نص تسويه وحطي على الوش جبنه موتزاريلا وشويه زيتون، وده اختياري لو حبيتي. هتقعد معاكي كام دقيقه وهتطلع بيه الجمال ده. اسرع وجبه فعلا تقدري تعمليها في كام دقيقه، بس فعلا طعمها رهيب.